السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في برنامج 5 توب. في الحلقة دي هعرض لكم أكثر 5 لعيبة تتويجا بالألقاب، ومن بينهم لاعب عربي. لو ما مشترك في القناة اشترك في القناة واعمل لايك وصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، ويلا نبدأ. في المرتبة الخامسة ماكسويل، عدد الألقاب 37 لقب. فاز ماكسويل ب 37 لقب خلال مسيرة امتدت 17 عام، وكانت بدايته مع نادي كروزيرو البرازيلي عام 2000، وواصل اللعب مع أندية عظيمة زي أياكس أمستردام وإنتر ميلان وبرشلونة ونادي باريس سان جيرمان، وحمى ألقابه 4 دوري فرنسي و3 دوري إيطالي ولقبين دوري إسباني. في المرتبة الرابعة الرسام أندريس إنيستا، سجل إنيستا الهدف الحاسم بفوز إسبانيا الوحيد بكأس العالم عام 2010، وحمى ألقابه 4 ألقاب من دوري أبطال أوروبا و9 ألقاب من الدوري الإسباني. وفي المرتبة الثالثة حسام عاشور، حصل حسام عاشور على 39 لقب، مما ضمن له المركز الثالث في قائمة أكثر 5 لعيبة تتويجا بالألقاب. فاز عاشور ب 39 لقب مع النادي الأهلي خلال مسيرة امتدت ل 17 عام، وفاز عاشور ب 17 لقب من الدوري المصري الممتاز، و6 ألقاب من دوري أبطال أفريقيا والسوبر المصري والأفريقي وكأس الكونفدرالية والعديد من البطولات الثانية. في المرتبة الثانية الأرجنتيني ليونيل ميسي، عدد الألقاب 42 لقب، وحمى ألقابه 4 دوري أبطال أوروبا و10 ألقاب من الدوري الإسباني و7 ألقاب من كأس ملك إسبانيا وكوبا أمريكا وكأس العالم. في المرتبة الأولى البرازيلي داني ألفيش، عدد الألقاب 43 لقب. قادر داني ألفيش برشلونة وهو عنده 23 لقب في 8 سنوات، وحصل على 19 لقب مع يوفنتوس وباريس سان جيرمان وساو باولو، وهو يعتبر أكثر لاعب فوزا بالبطولات لحد الآن. ما تنسى تعمل لايك للفيديو، ولو ما مشترك في القناة اشترك في القناة عشان يصلك كل جديد. اللهم احفظ السودان والسودانيين، وارجع البلد آمنة يا رب العالمين، وفي أمان الله إلى ملتقى آخر.